الفيديو النهارده يا بنات هشارك معاكم ان شاء الله مشتريات شهر 12 من اللحوم. وكمان يا بنات هنقول ازاي نقدر نظبط ميزانيتنا على قد امكانياتنا، وازاي نقدر نوفر من ميزانيتنا لشهر رمضان، ان احنا نشيل من الميزانية بتاعتنا والوجبات بتاعتنا لشهر رمضان. صباح الفل وصباح السعادة وصباح الهنا. وحشتوني جدا جدا يا بنات من الفيديو اللي فات. فيديو النهارده ان شاء الله هيعجبك، وان شاء الله هتقدري تستفيدي منه باكبر قدر ممكن. يلا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعوة حلوة كده من قلوبكم إن ربنا يتم شفايا على خير ولكم بالمثل. بصي يا ست الكل، النهاردة إن شاء الله هشارك معاكم مشتريات شهر 12. بس لو أول مرة بتشوفيني، أنا أختك رشا ودي قناتي. طبعا يسعدني ويشرفني وتاج على راسي من فوق انضمامك لينا للقناة. ولو انتي من اخواتي وحبايبي اللي موجودين معايا في القناة، ما تنسيش أختك بدعوة حلوة إن ربنا يشفيها ويعفي عنها. وكمان حطي لاختك اللايك الحلو كده، ولكم كل دعوة بتدعيها لي بالمثل ان شاء الله. بصي يا ست الكل، الشهر ده انا عملت ايه؟ انا جبت كيلو من اللحمة الباردة، هو تقريبا اسمه عرق تربيانكو. فانا ولادي من النوع اللي بتحب جدا اللحوم المشويه اكتر من اللحوم المسلوقه، فبحاول على قد ما اقدر ما اكترش. طب اللحمه دي احنا نقدر نحطها في طبيخ، بس هتحطيها في الاخر، اللي هو لان دي بتشم النار تستوي. خلاص، بس تقدري تحطيها في اي طبخه، لكن يعني انك انت تسلقيها لا. تقدري تجيبي اللحمه اللي هي الفخده، تقدري تجيبي اللحمه الموزه، الكلام ده كله. انا جبت كيلو يا بنات من اللحمه اللي هي الشرايح اللي قدامكم ديت. لحمه اسمها يعني هي لحمه بارده. بتحطيها بالظبط كده على الطاسه، ما بتاخدش معاكي 5 دقايق على النار. خلاص، جبت الكيلو وقسمته لاربع اطباق، طلع منه كده كل واحد شريحه كده حلوه. وهي الشريحه يا بنات سميكه، مش رفيعه. طلع منه كده زي قطعتين، ركنتهم كده على جنب ليهم استخدام يعني. تمام. وهبدأ بقى هنا، انا جبت بس ربع من اللحمه الموزه، لان آه زي ما قلت لكم ولادي بتحب اكتر حاجه اللحوم المشويه يعني. فجبت منها ربع. وجبت كمان يا بنات نص كيلو من اللحمه المفرومه، هقسمها على طبقين. طيب، اللحمه دي بلدي يا رشا ولا مستورده؟ لا بلدي. بس حسب الميزانيه بتاعتك، انت ميزانيتك تقدري تجيبي بلدي، هاتي وفرزي بلدي. ميزانيتك ما تقدرش وتقدري تجيبي اللحمه المستورده، هاتي البرازيلي حلوه جدا. انا احيانا بجيب المفروم برازيلي، لكن لحمه السلق والشوي يا بنات انا افضل ان هي يعني انا بجيبها بلدي بصراحه. عمري ما جبتها مستورده، لكن المفروم ممكن اجيب مره مستورده. ممكن عادي، ممكن استخدم المستورده في المفروم. جبت كمان ربع كيلو من الصدق البلدي. في صدق بلدي عادي وفي صدق مخصوص يا بنات. انا جبت من المخصوص اللي هو الربع ب100 جنيه. صليتوا بينا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بقى قسمت الدنيا كده زي ما انت شايفه. الصدوق بعمل بيه بيتزا، بعمل بيه احيانا عيش بالصدوق، بعمل فول بالصدوق، بعمل صدوق بالخلطه كده. انا ولادي مش بيحبوا في البطاطس خالص يعني، فانا بعمله كده بالخلطه جنب شويه بطاطس على الغدا. فانا بقسمه في طبقين يا بنات. لو انا مثلا هعمل عيش بالصدق بطلع الطبقين كاملين. لو انا مثلا هعمل طبق فول بالصدق او حاجه، بطلع او صدق كده جنب شويه بطاطس ولا حاجه، بطلع طبق واحد. خلاص، عايزه اقول لكم ان انا وفرت من الشهر اللي فات الكفته، وفرت الكور اللي كنا عاملينها نعملها عيش باللحمه. الطبقين دول متوفرين عندي. لسه ما استخدمتهمش. متوفر عندي طبقين من الصدوق. طب جبتي ليه يا رشا الشهر ده؟ هقول لك يا ستي، انا جبت الشهر ده لان انا الحاجات اللي اتوفرت عندي هستخدمها واشيل مكانها للشهر اللي بعده. اللي هو هشيل في بوكس رمضان ان شاء الله. نفرز مع بعض الفريزر ونشوف ايه اللي اتشال رمضان. خلاص يا رشا، لسه بدري، لسه 12 وواحد ونص 2. مش بدري خالص. انت كده مش بدري خالص. ممكن لو انت خايفه تحفظي الحاجه في الفريزر الشهر ده، مثلا انا جبت حاجه وعندي القديم، اطلع القديم استخدمه واسيب الجديد في الفريزر. خلاص، فبالتالي مش هيبقى عندك حاجه قديمه ولا مقلقه منها. لكن انا يا بنات متعوده اصلا بفرز كل حاجه واسيبها عندي عادي جدا فتره طويله، ما بيجرالهاش اي حاجه ما دام انت حافظاها كويس. خلاص، كمان كنت واخده، كان حاطط لي على اللحمه دهن، رحت ماسكاه مقطعاه زي ما انتم شايفين كده. حطيت اللحمه اللي كانت طالعه من البرده على الموزه. تمام. احيانا كده بيتبقى معايا في التفريزات كل مره قطعتين من اللحمه،
فاهماني؟ يعني انا بفرز على قد اكلاتنا، وبعد كده بحط بيتبقى معي مثلا قطعتين بشيلهم على جنب، المره التانية بيتبقى قطعتين، يبقى انا عملت 4 قطع، دي وجبه اكل. خلاص، دي كانت اللحوم بتاعتنا يا بنات. طيب هنا بقى يا بنات تعالوا نشوف الفراخ اللي انا جبتها. انا جبت حوالي 4 فرخات. بصوا انا بجيب من المحل اللي هو آل خليفة ده، دي تاني مرة اجيب منه. يعني انا قبل كده كنت جبت من محل بتعامل مع محل يعني انا عارفاه كويس جدا، بس كنت بروح متأخر بلاقيه خلص، فلقيت جنبي محل كده قريب مني بروح اجيب منه. خلاص، فاللهم بارك الفراخ حلوة جدا، الفراخ رخيصة. انا لقيتها عنده ب70، في محل تاني كانت ب75، اكتشفت ان هي في مكان تاني ب65. خلاص، فهي اسعار متفاوتة في اماكن متفاوتة يعني. فانا جبتها على 70 جنيه. عمتي جابتها في نفس اليوم الصبح على 65 جنيه من مكان تاني بصراحة. إيه كمان يا بنات، كان عنده الكبد والقوانص الكيلو ب100 جنيه على بعضه، لكن القوانص لوحدها كانت ب60 جنيه. اكتشفت في حد تاني بيبيعها ب30 جنيه، مش عارفة، بس فرق السعر 30 جنيه، النص كتير، بس مش عارفة ايه السبب يعني. فهنا كان حاطط لي الرجول ومش منضفة، فبصراحة خلاص مش هاخدها يعني. دي بقى يا بنات فرخة بلدي بيتي، كيلو. هتقولي لي يا رشا دي صغيرة جدا هتعملي بيها ايه؟ انا لا هقطعها ولا حاجة. انا ولادي من الناس اللي بتحب الفراخ البلدي المحشية، فاهمني؟ وبيحبوها صغيره كده. فانا قلت بقى ايه، المره اللي فاتت جبت لهم واحده كانت كبيره، قالوا يا ماما لا دي كبيره قوي، احنا بنحب الشامورت الصغيره. فرحت جايبه دي، قلت اعملها لهم بقى ان شاء الله كده جنب شويه ملوخيه، واحشيها لهم كده ان شاء الله رز. هما بيحبوا قوي حشو الرز بالكبد والقوانص. تمام، تعالوا نعمل المحلول بتاعنا بقى كده، اللي هو عباره عن دقيق وملح وسكر وليمون. دوبيهم كويس وابدأي اغسلي فراخك ونقعي فيها. طيب يا رشا، انا ميزانيتي ما تسمحش بالكميات اللي انت جايباها دي. محدش اجبرك عليها خالص، احنا بنديكي افكار وانت اعملي على قد ميزانيتك. يعني في ميزانيتك تجيبي فرخة، هاتي فرخة قطعيها على اليومين، طلعي منها الأجنحة والهياكل. هتعمل معاكي 3 أيام. هتطلعي منها الأجنحة والرقبة والهياكل والكبدة والقنصة والجناحة اللي هي الكتف وبالجناح. دول وجبة في صينية بطاطس وشوية رز بشعرية، ونحمد ربنا على كده. إيه، هتطلعي منها وركين هتقطعيهم، لو انتي 4 هتقطعيهم إيه الدبوسة لوحدها والعريضة بتاعتها لوحدها. لو انتوا 5 أنفار هتمسكي العريضة، لو كبيرة هتقسميها 2. قلت لكم قبل كده ان البطن ما بتشكرش، ونحمد ربنا على اللي احنا فيه مهما كانت ظروفنا. الحمد لله ان احنا لاقيين الاكل والشرب. في غيرنا ناس كتير جدا مش لاقياه، ربنا يرزقهم من حيث لا يحتسبوا. فحته كبيره زي حته صغيره مش هتفرق. هتمسكي تقطعي، يبقى كده الوراك بتاعتك على يوم تاني، يبقى كده معاكي يومين. طب اليوم التالت يا رشا هنمسك الصدر هنخليه ونعمله بانيه مع شوية مكرونة مع شوية رز بالخلطة، زي ما تحبي. تقدري تعمليه شاورما في العيش وتحطي عليها بصل وفلفل، بيرمي معاكي في الكمية. وكده الفرخة قضت معاكي كام يوم؟ 3 أيام. طيب 3 أيام جنبها شوية رز، جنبها شوية مكرونة، جنبها البانيه بشوية عيش وسلطة. يعني الميزانية بتاعتك هتكون حلوة جدا، وهتقدري توفري منها من فرخة أكلت فيها 3 أيام. دي حاجة يعني حلوة جدا جدا. طيب انا ميزانيتي ما اجيبش اللحوم البلدي، محدش برضو اجبرك، تقدري تروحي تجيبي اللحوم المستورده. اعتقد ان اللحمه البرازيلي المفروم، لان انا بجيب المفروم بصراحه بنات، مش بجيب التانية. فالمفروم ب250 جنيه، وفي ناس بتبيعها ب220 جنيه. خلاص، وفي ناس بتبيع ب200، بس اللي هي المخصوص من اول 220 جنيه. وفي محلات بتبيعها ب250، انا عندي بيبيعها ب220. خلاص، فانا بجيب من ام 220 حلوه جدا جدا. طيب يا رشا، ده في محلات بتبيعها مثلا ب100 جنيه الكيلو. اوعي 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 تروحي تجيبيها، يعني دي نصيحه من اختك، اوعي تروحي تجيبيها، لان دي بتبقى مفروم عليها حاجات مش كويسه. مش عايزه اقولك، وهو ربنا يرزقنا جميعا يا رب، بس اوعي تجيبي اللي هي الكيلو 100 جنيه يا بنات، مش حلوه خالص ومش صحيه ومفروم عليها حاجات وحشه. تمام. المهم، تقدري تجيبي لحمه برازيلي من محل انت بتتعاملي معاه كويس. تقدري تجيبي لحمه السلق منه المشويه، اللحمه اللي هي البفتيك يعني. تقدري تجيبي منه اللحمه المفرومه
زي ما تحبي، على قد ميزانيتك. ممكن تجيبي من العربيات بتاعه وزارة الزراعة، ساعات بتبقى اقل من الجزارين، بتبقى مثلا عامله 300 جنيه تقريبا، فبيبقى الفرق بينها وبين اللحمه المستورده مش كتير. لو تقدر، لو انت بتجيبي كيلو مثلا بال 220، لا اجيبي كيلو الا ربع من البلدي اللي هي بتاعه وزاره الزراعه. خلاص. فيعني احنا بندور يا بنات على الحاجه الصحيه. مش بقولك ان المجمده مش صحيه، لا، كل حاجه ربنا خلقها في الدنيا ليها فايده وصحيه وبتقدري تستفيدي منها. تمام. بس انا بتكلم مثلا لو انت تقدري مثلا هتقللي من الكميه عشان تجيبي مثلا البلدي، قللي، بدل ما بتدي حتتين ادي قطعه واحده. فاهماني؟ انا عن نفسي بدي قطعه واحده. بس انتي امشي على قد ميزانيتك طبعا. طب يا رشا في رمضان ازاي ان احنا نقدر؟ طبعا عايزه اقولك على حاجه، عشان بس في ناس دخلت قالت لي انتي ازاي الفراخ بتغسليها بالسرعه دي، او انتي بتقطعي وبتشيلي على طول. لا يا بنات والله انا بغسل في حاجات كده. أنا لازم اوقف الكاميرا واغسل. بصوا يعني انا هنا غسلت كل الفراخ زي ما انتم شايفين كده، ونقعتها بالمحلول اللي احنا عملناه مع بعض، اللي هو دقيق وليمون وملح وسكر. واوعي تحطي خل، الخل يا بنات بيثبت زفارة الفراخ. تمام. فانا زي ما انت شايفة كده انا غسلتها كويس جدا، وبدخل ايدي من تحت الجلد واطلع. طبعا زي ما انتوا عارفين ان بيبقى فيه زلال كده تحت الجلد، لازم تطلعيه عشان الفرخة ما تبقاش معاكي زفرة. بس ده بياخد معايا وقت طويل جدا. فانا لو فضلت فاتحة الكاميرا هقعد معاكم مثلا 5 6 ساعات. انا بختصر الفيديو في الكام دقيقة اللي انا بنزلهم، 20 دقيقة 30 دقيقة، على قد ما أنا بقدر اختصر لك الفيديو بتاعي. لكن انا من ورا الكاميرا بيبقى في حاجات كتير وتفاصيل كتيرة جدا جدا مش بنزلها معاكم عشان وقت الفيديو. تمام. هنا بقى انا غسلت فراخي كويس جدا وبدات اشطفها واسيبها تتصفى كده، وابدا افرزها معاكم بالطريقه اللي هتشوفوها دلوقتي يا بنات. طيب هتعملي ايه في رمضان؟ ازاي تقدري تشيلي اللحوم من دلوقتي لغايه رمضان؟ هقولك. اول حاجه احنا بنجيب مثلا كل شهر 3 4 فرخات. وبرده هرجع واقولك على قد امكانياتك، لو بتجيبي فرخه او فرختين تقدري من الفرختين دول تشيلي مثلا ربع بانيه. يعني انت خليتي مثلا الصدور، اخد كده زي ربع بانيه. يعني هقول لك ايه، ما عنديش ميزان اوزن يا رشا. خدي القطع على قد عددكم، انتوا 4 شيلي 4 قطع بانيه وحطيهم في طبق وحطيهم من غير تتبيله في الفريز. رغم ان انت لو تبلتي ما فيش مشكله، انا بتبل. ليه؟ لان انا ممكن الشهر ده اطلع اللي انا تبلته استخدمه واشيل الجديد، فبالتالي ما بيبقاش في حاجه قديمه عندي في الفريزر. خلاص. طيب انت ممكن برضو تعملي كده، كل شهر هتفرزي فيه تشيلي الجديد وتطلعي القديم تستخدميه. خلاص. فانت تبلي حاجتك كويس. إيه، حطيها في الفريزر واحفظيها كويس واقفلي عليها كويس جدا، ما تخليش يدخل لها تلج. هتلاقي الحاجه معاكي صحيه وحلوه جدا. هتطلعي على النار على طول. طبعا اللحوم الفراخ مش هينفع تطلعي على النار على طول. ليه؟ انت هتطلعي تفك. البانيه مثلا هتطلعيه يفك، اللحمه بتطلعيها تفك، بس ما ترجعيش تدخليها تاني الفريزر لان ده غلط جدا. طيب انت هتعملي ايه؟ هشيل طبق من اللحمه المفرومه مثلا للفريزر. كل مره تجيبي فيها لحمه بيطلع معاكي قطعه زياده من العدد بتاعكم، بيطلع معاكي قطعتين زياده. حطيهم في علبه وحطيهم في الفريزر، مش هيجرى لهم حاجه. قطعه على قطعه تبقى معاكي زياده، هيتبقى معاكي ربع لحمه، هيتبقى معاكي نص لحمه من كتر ما انت كل مره بتحطي. فده هتلاقي معاكي وجبه او وجبتين هشيلهم لرمضان. فاهماني؟ اللحوم طبعا مش هنستنى ان احنا نطلع القديم والجديد، لا، اللحمه الحمراء لا هنشيلها خلاص لرمضان. لكن الفراخ تقدري ايه، انك انت تستبدليها بالشهر اللي بعده، تطلعي القديم وتاخدي الجديد. خلاص. هنا انا يا بنات مسكت الفراخ قطعتها كده زي ما انت شايفه. ولادي عايزين ياكلوا فراخ مشويه على الفحم. تمام. انا ساعات ببقى عامله تقطيعة الفرخة مثلا تكفيني 3 أيام. خلاص، اللهم بارك، بتكفي فضل ونعمة من ربنا. ولما ولادي مثلا بيطلبوا مني أكلة معينة، خلاص أنا ببقى عاملة الفرخة كاملة. اللي هو إيه، ماما إحنا نفسنا ناكل فراخ مشوية على الفحم.
خلاص بمسك الفرخة اخليها، وخلاص انا ولادي نفسهم فيها وعندي واقدر ان انا اعملها لهم، خلاص يبقى انا همسك الفرخة اخليها واحشيها لهم وياكلوا بألف هنا وشفا لغاية ما يشبعوا. والله وهم بيتغدوا اتبقى منهم بشيله لتاني يوم، والله بألف هنا وشفا اكلوه خلاص بألف هنا وشفا. فبيبقى بالنسبه لي خلاص اتبقى مثلا بقى شويه رز معمر، لو انا عامله جنبها رز معمر اتبقى شويه رز بالخلطه، ببدا اعمل جنبهم حاجه بسيطه ونتغدى تاني يوم. لو مثلا اتبقى عندي بقيت رز المعمر كتير بسلق جنبه بيض يا بنات واعمل جنبه شويه بطاطس، يبقى فضل ونعمه من عند ربنا وبنتغدى خلاص. ما تبقاش حاجه فبألف هنا وشوف على قلوبهم، ما بيبقى خلاص يعني تمام. هنا بقى ايه، انا بخلي هنا ايه الصدور هعملها ايه، بانيه. طيب انا هنا خليت صدر وفتحته ليه، لاني حشويه. هخلي معاكم كمان دلوقتي يا بنات الوراك، هخليها هفتحها كده بحيث ان انت لما تيجي تحطيه على شوايه الفحم تستوي. لكن لو حطيتي الورك بحاله كده احيانا بيبقى جوه يا بنات مش مستوي كويس وبيبقى فيه دم، فده بيبقى مش حلو خالص. ممكن الولاد تقرف ما ترضاش تاكل، طبيعي اي حد هيقرف وما يرضاش ياكل الفراخ وهي ايه مش مستويه. فبفضل ان انا افتح الصدر كده اتنين زي ما انت شايفه، وافتح الورك خالص. طيب الصدر هنا ما شاء الله اللهم بارك كبير، فانا مثلا لما بشويها اما بلاقي الفرخه كبيره بقسم الصدر زي بتاع الفراخ المشويه كده، بيبقى فاتحها معاكي اتنين، فانت ممكن تجيبي وتقسمي الصدر اتنين، حد ياخد الجزء اللي فيه الهياكل وحد ياخد الجزء اللي من غير عظم يعني. فانا ممكن وانا بشوي بعمل كده، فتبقى الفرخه بالنسبه لي يا بنات على اليومين، لان اللهم بارك كبيره. هبدأ بقى اقسم كده الورك ده. ولو انت حابة انك انت تعملي مثلا الحمام الكداب، الورك كبير ما شاء الله اللهم بارك، تقدري انك انت تخليه من العظم وتاخدي الحتة العظمة اللي فوق دي تحطيها مع الهياكل. بصوا كده لما تيجي تشوي لازم تفتحي دي كده، لازم العظم كله اصلا. عفوا يا بنات انا كل ما اجي اسجل يحصل لي مش عارفة ليه. فتحي كده بيني العظم زي ما انت شايفه كده، بحيث اي دم فيه بينشف في الشوي خلاص. خاصه ان احنا مش هنسلق، احنا هنحط على الشوايه على طول. في ناس بتحب تديها سلقه الاول قبل ما تحطها على الشوايه، انا بصراحه بحب ان انا اتبلها كويس، اقعدها في التتبيله بتاعتي يوم واتنين. يعني انا بتبل يا بنات حاجتي كلها زي ما انتوا عارفين، اللي معايا في القناه عارف انا بحب ان انا اتبل كل حاجتي واحطها في الفريزر واسحب منها على التسويه على طول خلاص. فانا بتبل حتى الفراخ المشويه بتبلها، وببدا ان انا احط في الفريزر واطلع تفك احط على الشوايه بتاعتي، او مثلا على البوتاجاز زي ما تحبي. ممكن تعملي شوايه على البوتاجاز، ممكن لو عندك طاسه قديمه تحطيها على النار وتوطي النار وكم قطعة فحم فيها كده، وتحطي شبكة من فوق وتحطي عليها الفراخ، هتستوي معاكي وتبقى زي الفل. لو انت حابة ان انت تعملي على البوتاجاز وبلاش الكهرباء يعني، او بلاش الفحم. لو انت، انا عندي شواية كهرباء وعندي جريل كهرباء، بس بصراحة يا بنات بيسحبوا كهرباء عالية جدا، فانا لاغيهم دلوقتي بصراحة. اللهم صل على سيدنا محمد. بشتغل مثلا لو انا حابة اشتغل على الفحم بشتغل، حابة بشوي بقالي فترة على البوتاجاز. تمام يا بنات. بس زي ما انتوا شايفين كده. طيب احنا كمان يا بنات نقدر ان احنا كمان كرتونة رمضان ما ننساهاش، ما ننساهاش، احنا متكلمين عليها من شهور فاتت. اللي هي ايه كرتونة رمضان يا رشا؟ كرتونة رمضان من زيت لسكر لرز لمكرونة لتوابل. آم، بصي كل ما هو تقدري تشيليه رمضان شيليه. ازازة خل، آه، شوية رز بسمتي، مش عارفة اللهم صل على سيدنا محمد، كيسين ملح. الحاجات دي ما تقوليش دي ب2 و3 جنيه، لا هتوفر معاكي لما تشيلي كل شوية كيسين ملح، كيسين مش عارفة كيس بيكنج باودر، كيس فانيليا، كيس الحاجات دي كلها في رمضان هتنفعك. كيس رز. طبعا احنا اتكلمنا في موضوع ان احنا لازم نشيل مكرونة ورز وزيت عشان يوفر معاكي في ميزانيتك في رمضان.
هنا بقى انا ايه مش هعمل كله بانيه، انا قلت الشهر ده اغير شويه بنات في التفريزات، فقلت اعمل ستريبس. لو انا هعمله جنب مكرونه فالطبق اللي هيطلع معايا ده هيكفيني مرتين تقريبا. لو انا مثلا عايزه اعمله في عيش الشاورما او العيش السوري، بعمل مثلا واحد ستريبس وواحد بطاطس. تمام، مع بقى التوميه مع الكولسلو مع الصوصات اللي بنعملها، اللهم بارك بيكفي معايا. خلاص، فانا قلت بقى ايه، طبعا قطع الفراخ اللي هي بتطلع زياده معايا دي انا مش برميها، لا انا هتشوفوا دلوقتي انا هعمل فيها ايه. انا بحطها على جنب لاني هستخدمها وجبتين حلوين، ولادنا كلهم بيحبوها يعني. بس هنا بقى ايه، هبدا اخلي البانيه بتاعي. ومش شرط زي ما قلت لك تكوني محترفه، انا عايزه اقول لكم مش محترفه خالص في خلي البانيه، يعني على قد ما تقدري طلعي قطعه البانيه، مش شرط متساويه قوي يعني، على قد ما ايدك تطلع معاها، وسكينتك ما تدوخكيش زيك انا، سكاكيني في ذمه الله والله العظيم. بصوا السكاكين بتاعتي في ذمه الله. اللي بتطلع معايا مثلا مش مظبوطة بحطها في حاجة تانية، والبانيه بحاول ان انا على قد ما اقدر اطلع القطعة ايه كويسة. هيعمل معايا برضو 8 قطع من البانيه. تقدري انك انت لو القطعة كبيرة تقدري انك انت يبقى قطعة مع شوية مكرونة او شوية رز بسمتي. لو القطعة صغيرة يبقى هتحطي قطعتين، يبقى الطبق 8 قطع بيكفي مرة واحدة. خلاص. هيعمل معايا اطباق كويسة جدا. بس برضو يا بنات احنا مش بنرص اطباق وخلاص، احنا بنعمل وجبات وبنشوف بتكفينا قد ايه. انا اللهم بارك كفى معايا حوالي 26 تقريبا وجبة او 24 حاجة زي كده. طب بقية الشهر طبيعي ان احنا طول الشهر طبعا مش بناكل فراخ او مش بناكل لحمة، لا احنا مثلا بناكل سمك في النص. طيب انا ما بفرصش سمك ليه؟ انا عندي يا بنات الولاد بتحب السمك طازة، واكتر حاجة بيحبوها السمك المشوي وسمك البحر مقلي. فبالتالي سمك البحر مش بيستحمل خالص ان هو يتفرز في الفريزر، والسمك اللي بيحبوه مشوي بوري فبجيبه جاهز من بره مشوي، مش بشوي عندي في البيت، لان انا اليوم اللي بشوي بيه في البيت بقى الدنيا عندي بايظه متدخنه خالص، الشقه بتبقى ريحتها كلها بصراحه سمك، وانا ما عنديش فرن اللي هو ممكن اشوي فيه بره او كلام زي ده. فبشوي جوه المطبخ، فبالتالي الدنيا بتتدخن عندي، فبضطر ان انا يا بنات اشتري السمك المشوي من بره. رغم عايزه اقول لكم طريقته في البيت بتبقى حلوه جدا جدا، اجمل من بره بكتير. فاولادي بيحبوا بقى ايه السمك اللي من بره بوري، بولتي بجيبه من بره بصراحه جاهز. تمام. احيانا بتبقى ميزانيتي سامحه ان انا اجيب الجمبري، فبجيبه وافرزه عادي جدا، بحطه في التلاجة هو والسبيت لغايه ايه اليوم اللي مثلا هنستخدمه فيه. هكمل كده تقطيعه البانيه بتاعتي. طبعا هيبقى فيه قطع متهالكه هحط منها في الستريبس وهحط منها في القطع التانية اللي انا مقطعاها اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. تمام. دي يا بنات الميزانية اللي نقدر كل اللي تقدر تعملها. طيب يا رشا انت ميزانيتك دي انت ما قبضتيش الشهر ده. طب هو انا عايشة على قبض القناة يبقى مش هناكل ولا نشرب لان انا يا بنات مش كل شهر بحقق الربح بتاعي. ده نتيجة ايه؟ نتيجة مثلا ان مفيش لايكات بتتحط كتير، مفيش كومنتات بتتحط كتير، المشاهدة مش بتبقى كافية ان ان يبقى فيه ربح كتير، فبالتالي مش بقبض كل شهر. طيب انت عملتي ايه؟ انا طبعا طول الشهر بوفر من مصروف بيتي، فقدرت ان انا من مصروف البيت اوفر جزء واكمل جزء من جوزي ويتخصم من مصروفي. فهمتي ازاي؟ فاللهم بارك بقدر ان انا اجمع مبلغ كويس انزل اشتري بيه. طيب هنا انا جمعت الكبد والجناحة والرقاب، دول يا بنات هيتعملوا في وجبة. ممكن تحطيهم في صينية بطاطس، وممكن تحطي تدسيهم في برام رز، تعملي جنبهم شوية بطاطس كده، وبألف هنا وشفا. وكمان هنا القطع الفراخ اللي اتبقت معايا قطعتها شاورما، هعمل بيها طبق شاورما كده. تقدري تعملي سندوتش من الشاورما وسندوتش جنبه من البطاطس عشان تكفي معاكي. اتبقى معايا شوية كده من الفراخ متقطعة، ما تنفعش غير ان هي تتفرم، فقلت خلاص انا هفرمها واعمل بيها كفتة رز. هعمل طبق واحد بس لان هي مش كتيرة، فهتعمل معايا طبق واحد بس كفتة رز، يعني تمن رز عليها على الخضرة بتاعتها، يعملوا معايا طبق محترم، اكلة كده مع بطاطسية تتقطع معاها. وبكده يا بنات يكون دي التفريزات بتاعتنا النهاردة.
قدرت ان انا الحمد لله اوفر جزء من الفلوس وافرز معاكم الفراخ واللحمة، وإن شاء الله تكوني استفدتِ من الفيديو بتاعي. باحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.